اتحولت من خياطة للرقاصة الرسمية للقصر الملكي، محطات من حياة الرقاصة والفنانة سامية جمال. اسمها الحقيقي زينب خليل إبراهيم محفوظ. اتولدت في بني سويف. والدها توفى وهي صغيرة، وعاشت مع مرات أبوها اللي عملتها كأنها خدامة عندها بحسب وصف سامية جمال. وسامية حاولت تشتغل حاجات كتيرة علشان تقدر تصرف على نفسها وتبعد عن مرات أبوها. وبالفعل اشتغلت خياطة، واشتغلت في مصنع، واشتغلت ممرضة. بعد كده اشتغلت في فرقة بديعة مصبني لحد ما بقت مدرسة لوحدها جمعت فيها بين الرقص الشرقي والغربي، وده خلاها مختلفة عن رقصات جيلها. ما كانتش بقوة تحية كاريوكا اللي كانت الناس بتخاف منها، لكن كانت زي باقي الرقصات، خلقت حالة من التواصل مع الجمهور من خلال النظرات اللي كانت بترسلها ليهم، فخلقت لنفسها مكانة خاصة جوه قلوبهم. ودخلت مجال التمثيل من خلال مجموعة من الأفلام الناجحة واللي ساهمت في شهرة أكبر ليها. أول واحد أثر في حياة الرقاصة سامية جمال كان الفنان فريد الأطرش، اللي قابلته في فرقة بديعة مصبني، وأول ما شافته حبته على طول، وعملوا مع بعض ثنائي ناجح. وانتشرت قصة حبهم في الوسط الفني، لكنه هو رفض إنه يتجوزها. واتجوزت أول مرة سامية جمال من واحد أمريكي اسمه شيبارد كينج، والجوازة دي استمرت من سنة 1951 ل 1953 وانفصلوا. أما تاني جوازة ليها كانت من دون جوان السينما المصرية رشدي أباظة، اللي كان الجواز منه حلم لنجمات كتيرة. ورغم تعدد زيجات وعلاقات رشدي أباظة، إلا إن سامية جمال كان ليها وضع خاص عنده. حب سامية جمال قوي واتجوزها سنة 1958، واستمر جوازهم لحد سنة 1977. جوازهم استمر 17 سنة، لكن رشدي أباظة راح لبنان واتجوز هناك من صاحبتها اللي هي الفنانة صباح، وكانت جوازة غريبة وحصلت بالصدفة وما كانش ليها أي تخطيط مسبق. سامية جمال ما قدرتش تتحمل الصدمة وطلبت الطلاق من رشدي أباظة. في البداية رفض بسبب حبه ليها، لكن مع إصرار سامية جمال وافق رشدي أباظة على الطلاق، وانتهت قصة حب دامت أكتر من 17 سنة. وسامية جمال ورشدي أباظة وصباح اشتركوا مع بعض في فيلم الرجل الثاني. وفي لقاء للفنانة سامية جمال قالت إن حب عمرها هو الفنان فريد الأطرش، رغم إن في ناس كتيرة بتعتقد إن حب عمرها هو الفنان رشدي أباظة. وأضافت إن حالة الحب بينها وبين فريد الأطرش كانت واضحة جدا لكل شخص عارفهم. ورغم إن الفنانة سامية جمال اتجوزت أكتر من مرة، ما كانش عندها أطفال، واكتفت بتربية اسمت بنت الفنان رشدي أباظة. والموقف ده فضل فاكره رشدي أباظة وما قدرش ينساه كل أيام حياته. وسامية جمال اتولدت في 22 أغسطس سنة 1924، وتوفت في 1 ديسمبر سنة 1994، وكان عندها وقتها 70 سنة.